السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده بقى محتاجين ناكل حاجه بقى سهله وبسيطه. هنعمل بقى حلو مزز وهنسهل على بعض كل حاجه النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا مستخدمه كوبايتين من الرز، عليهم كوبايتين من الميه، واحطهم على البوتاجاز. انا عايزاهم اهمكم خالص، بس اسف زي العصاره كده زي ما انتم شايفين كده. استوى معايا وبقى تمام. هجيب بقى خلاطنا الجميل، هنزل عليه بالرز، عليهم كوبايتين من الحليب، واطحنهم في الخلاط جامد لحد ما اديني قوام كريمي كده خالص. تمام كده اهوت. تمام. انا طبعا حاطه حله على البوتاجاز، هنزل الخليط ده كله على النار اهوت في الحله، وهنزل عليهم بقى كوبايتين من السكر، وعليهم معلقتين ملح ليمون، ورشه من الفانيليا. تمام قوي كده اهوت. اسيبهم طبعا في الغليان اهوت لحد ما يغلي معايا غلوتين كده اهوت. واخر حاجه ارش عليها بقى حبه قرفه كده من فوق من على البوتاجاز كده اهوت قبل ما انزله. شايفين؟ رشه بسيطه كده. تمام. تمام. هسيبهم بقى لما يبردوا شويه كده اهوت. شايفين القوام جميل جدا بعد ما فضيته بقى في بوله. تعالوا بقى نحط في كوبايتنا الجميله ديت. تمام. او كده هحط بقى رشه من القرفه كده، طبعا حسب الرغبه، بس هو ما يحلاش الا بالقرفه. شايفين جميل ازاي؟ يلا بقى يا حبايب قلبي، جربوا وقولوا لي ايه رايكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش بقى شير ولايك واشتراك في القناه عشان ينزلك كل جديد. واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.